السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العدس معانا، بس دي اكلة شتوية، بس احنا قلنا نغير كده في الاكل حاجة جديدة. تنويع يعني. هنا معانا حلة على النار، طبعا بطاطس، جزر، بصل، طماطم اللي موجودة عندك بنحطه كده، بنبدأ بيه. بعد كده نغسل العدس بتاعنا وهنضيفه برضو على المية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ده ربع كيلو معايا من العدس. مرق الدجاج هنضيفها برضو، الملح، فلفل اسمر، كمون، التوابل اللي احنا بنحبها هنبدأ نضيفها على المية بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الريمة اللي بتطلع على الوش دي لازم نشيلها. هي بصراحة العدس أكلة خفيفة وجميلة، هي شتوية شوية بس ايه، يعني قلنا تغيير كده يعني. زي ما انتوا شايفين كده هنسيبها بقى تغلي معانا على النار، وبعد كده هنبدأ نشوفها زي ما انتوا شايفين كده بدأت المكونات تختلط مع بعض. هنبدأ بقى نضربها في الخلاط. هنعمل بقى الطشة بتاعتنا، معلقة سمنة، معلقة زيت، الاتنين مع بعض، المادة الدهنية اللي انت حباها. طبعا احنا حاطين بصل في الشوربة بتاعتنا، فهنعمل طشة توم ومعاها حبة شعرية حلوين كده، عشان ايه؟ تعمل تظبط العدس بتاعنا وتديله قوام حلو يعني. احنا برضو سايبين العدس بتاعنا بعد ما ضربناه في الخلاط او الهاند بلندر، سايبينه على النار عشان ايه؟ ياخد معانا برضو الغلوة كده، وبعد كده هنرمي عليه الطشة بتاعتنا. أكلة سهلة وسريعة وخفيفة وتنويع في الأكل. معلقة الكزبرة طبعا ما ننساهاش، ده أهم حاجة، بتدي طعم جميل جدا برضو للعدس بتاعنا. يا ريت يا جماعة لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس يوصل لكم كل جديد مني. هنا بدأت الطشة بتاعتنا تاخد لون، هنبدأ بقى ايه؟ الشعرية هي معلقتين شعرية بالكتير يعني، عشان ما تبقاش تقيلة قوي، هي بس معلقتين شعرية عشان يدوها قوام، لكن ما تبقاش تقيلة قوي يعني، عشان نقدر نشربها او ناكلها يعني، ما تبقاش تقيلة. هنا زي ما انتوا شايفين اهوت بدأت تاخد معايا لون، هتبقى لونها ذهبي كده. هنبدأ نضيفها على العدس بتاعنا وغلوة واحدة، بعد كده هنروح طافين عليه، واحلى بقى شوربة عدس واحلى فتة تعملوها من العدس الجميل دوت. اهو اللون بتاعنا اهوت بقى ما شاء الله جميل. زي ما انتوا شايفين كده اهو بدأنا نضيفها على العدس بتاعنا، يا دوب غلوة واحدة ونطفي عليها. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.